كتفيق الصباح، كتكمل نهارك، كتخدم، كترجع للدار، ولكن ما كتحس بحتى شي معنى. هادشي اللي غيخليني نقول لك حاجه وحده عمرك سمعتيها بهاد الطريقه. المشكل ماشي انك ضعيف ولا فاشل ولا ناقصك شي حاجه داكشي علاش كتحس هكا. لا 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 لا، المشكل هو انك باغي تغير حياتك كامله دقه واحده. يعني كتقول مثلا شي واحد ما كيخدمش حاليا وكيحس براسو انه مادام ما خدامش يعني راه ما والو، الحياه باقي ما انطلقات والو، حياته باقي ما عندهاش معنى. ولا شي وحده مثلا باقي متزوجات كتحس باللي حتى تزوج عا باش غتبدا لها الحياه ديالها. يعني حاليا راها غا كتفيق كتاكل كتمشي خدمتها وكترجع. وهذا هو اكبر فخ كنطيحوا فيه كاملين، غير كل واحد فينا واشنو المشكل اللي عنده. لهذا غادي نقول لك وغنفيقك ونفيق حتى راسي معاكم ان التغيير الحقيقي كيوقع في حوايج صغار بزاف اللي ما كنردوش ليهم البال. بحال مثلا اخر حاجه كتشوف قبل ما تنعس، اخر حاجه درتي مثلا كجزاء ليك من بعد ما درتي شي انجاز ولو يكون صغير. وهنا فاش كنهضروا على التفاصيل الصغيره التي تصنع الفرق، راه كنتكلموا على مثلا انا مشيت هبطت لتحت شربت كاس ديال الماء، هذا في حد ذاته راه انجاز. ما غاديش نتسنى انا حتى غادي نمشي نجيب 20 على 20 في شي ماده صعيبه عاد نحس براسي راني درت انجاز. حيت العقل ديالنا كيميش بين الانجاز الصغير والانجاز الكبير، بالنسبه ليه كلشي بحال بحال. لهذا بقاو تولفوا العقل ديالكم انه يغياجي حقا مع اي حاجه درتوها ولو صغيره، باش نهار غادي توصل للحاجه الكبيره غتلقاو راسكم عشتوا بعد 365 يوم في واحد الاحساس ديال الانجازات وحتى الثقه في النفس كترتفع والجسم حتى هو يعني تيزيد للقدام ماشي العكس. ماشي تسناو حتى دوز 365 يوم على ما يوصل النهار الكبير كما كنقولوا اللي هو لو جور جي، باش نحس بواحد الاحساس اللي انا بامكاني نحس به اليوم. لهذا ردوا البال لهذه القضيه هذه. وهذا الفيديو ماشي صدفه انه يطلع ليك في هذا الوقت. الا كنتي استفدتي ولا وصلك المعنى خلي معك لايك ولا كومونتير ولا بارطاجي مع الناس اخرين يستافدوا، بهكا غتشجعوني لان باقي مواضيع كبار وكتار ان شاء الله غادي ننبهكم ليهم. وشكرا على الانصات.